مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ فيديو اليوم رح نعمل فتة الدجاج. من الأكلات الخفيفة والسهلة هيك والباردة بالصيف. كلياتنا هيك لما ببلش الصيف بنبلش نحتار وبنحب الأكلات الخفيفة، فاليوم رح نعملها إن شاء الله. ورح نبلش، وهون حطيت أنا صدور الدجاج ورح أسلقهم. طبعا انتو فيكن تختاروا أي جزء انتو بتحبوه من الدجاجة. وراح احطه ينسلق، وهون راح اعمل اللبن. حطيت تقريبا نص كيلو لبن. وضفت له معلقة ملح، معلقة ثوم مهروس. طبعا وبخفقه كتير منيح لحتى ما يكتل عندي اللبن. وهلأ رح ضيف له الطحينة. تقريبا رح ضيف له معلقتين طحينة. وطبعا انتو بتتحكموا بالكمية اللي انتو رح تعملوها. وهون بعد ما ضفت له الطحينة لازم حركه مثل ما قلت لكم كتير منيح. وانا هون عندي اللبن شوي كان سميك، فانا محتاجة اني مرقه شوي. فراح ضيف له من مرقة الدجاج، وفيكم طبعا ما تضيفوا مرقة الدجاج، تضيفوا مي عادية، ما في اي مشكلة. بس انا هون، او اذا كان عندكم اللبن ما سميك فما في داعي تضيفوا شي، لانه نحن لسه رح نسخنه على النار. وهون انا رح اضيف له شوي، طبعا بضيفه بالتدريج معلقه ورا الثانيه، وبحرك لحتى احصل على القوام اللي انا بدي اياه. طبعا هو ما لازم يكون كتير مريء، وسط. تمام، وهيك انا بضيفه بالتدريج لحتى خلص. طبعا وبهالاثناء انا كنت نقعت كاستين رز. بنقعن يعني تقريبا نص ساعة، هاي ما تنسوها. وشغلة تانية لازم نعملها أول اشي بالفتة، هي إنه نحن رح نقطع الخبز لمربعات، ونقليه ونحطه على جنب. تمام، وهلأ هيك الفروج كان مثل ما قلت لكم استوى، فأنا رح فتفته هيك لقطع صغيرة، لأنه لازم أقليه كمان على جنب. طبعا رح تقولوا انه بدها كتير شغل، بس عن جد صدقوني كتير نتيجة طيبة رح تعطيكم. جربوها ما بتندموا. ايه، وهون انا حطيت مية الرز على النار، وحطيت السمنة والملح لحتى تسخن. وبهالوقت كمان بسخن اللبن. كمان انتبهوا، اللبن ما بدنا نغليه، بس مجرد ما انه انا رح سخنه لحتى ما يكون بارد. تسخين مو غليان، وبتضلوا عم تحركوا فيه كل الوقت. هون أنا غلت عندي مية الرز وضفته، بحركه هيك بس تقليبة خفيفة. وما بغطي فورا، وبترك النار شوي، مو عالية كتير بس ما بغطيها. بتركه لحتى تغلي ميته شوي. وهون اللبن أنا كمان عم حركه لحتى يسخن، ومثل ما نكون شايفين يعني عندي هيك مثل السحلب. تمام. وهون الرز هلأ أنا رح شوفه. وهون هيك بهذا الوقت أنا صار فيني غطيه لحتى ينجح معكم الرز. بهذا الوقت بتغطوه وبتوطوا النار تحته. تمام، بحط معلقتين سمنة ورح اقلي فيهم الدجاج. وهون انا ما رح ضيف له ملح، لانه انا بالسلق كنت حاطط له ملح. وبس رح ضيف له بس معلقة بهار اسود، ومعلقة فليفلة حمراء ناعمة، او مثل ما بيقولوا لها بابريكا بظن. ايه، ما علينا. هلا هيك رح اقلبه لحتى آه يتقلى منيح. طبعا انتو اذا ما بتحبوا تقلوا، بس انه اذا يتقلى بيكون اطيب. انا بحب قليه. وهون صار الرز جاهز، طفيت تحته وبتركه يتهدى شوي. وصار وقت انه نحن نطبق الفتة، يعني تقريبا خلصنا. وهيك بتطبقوها بأي صحن أو صينية انتو عندكن. وطبعا أنا هون بعد الرز بحب ضيف شوية من الصوص اللبن لحتى ما يضل الخبز كتير قاسي. وهيك بتطبقوها وبتزينوها مثل ما بتحبوا، وبتقدموها. وصحتين وعافية على قلبكن، عن جد من أطيب الأكلات. جربوها وما رح تندموا. وإن شاء الله تكونوا عم تحبوا الفيديوهات اللي عم نزلها. واشتركوا بقناتي إذا ما كنتوا مشتركين، وفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم الوصفات. وباي.